السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة كويزين ليلى. كيف ما تعودنا دائما صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي مرحبا بكم في الوصفة ديال اليوم اللي هي لينيم بجوج حشوات، يعني حشوتين، ولكن ما كاينش شي اختلاف يعني كبير او لا. هذا الاختلاف كاين بسيط جدا ومع ذلك مذاق مختلف على الاخر. فنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم اخواتي وتحضروها في هذا رمضان ان شاء الله المبارك. نبداو على بركة الله بالمقادير والطريقة ديال التحضير. عندي هنايا خليط ما بين اولا نقولوا عندي هنايا السمك، يعني واحد 200 غرام حتى 300 غرام سمك هبره بيضه داك البيض. وعندي هنايا صدر الدجاج واحد 300 غرام حتى 350 غرام. عندي السوريمي واحد شويه. عندي هنايا شامبينيون المعلب. عندي هذا الحامض مسيار. عندي الكورنيشون مقطع. الزيتون ايضا مقطع يعني رقيق. عندي هنايا توابل السمك اولا توابل البسطيله ديال السمك. وايضا غنحتاجو شويه ديال الحار. كتعرفوا هاد الاشياء هذه كتبغي شويه ديال الحار، يعني ممكن نديروا اما ديال الصلصه اولا نديروا هذاك الحار. عندي هنايا البصله الخضاريه واحد الكميه. وايضا عندي الجبن ديال الموتزاريلا. عندي الشعريه الصينيه من بعد ما رقدتها في الماء مزيان وقطعتها قطع رقيقه. وايضا عندي السبانخ اولا لي زيبينار مغسولين ومقطعين. والتوابل خلاص عندي هنايا ايضا غادي نقولوا عندنا الملح، عندي الابزار، الخرقوم، سكينجبير، الفلفله الحمراء والكمون تنظن. وما هما التوابل، ما نكونش نسيت شي حاجه. وايضا زيت الزيتون. ان شاء الله نكونوا ما نسينا والو. صافي ندوزو ان شاء الله باذن الله الطريقه ديال التحضير. عندي في المقلاة غادي نضيفو في المقلاة شويه ديال الزيت زيتون. وايضا غادي نضيف هذيك البصل. عندي هنايا ديك البصله كلها شلطه رقيقه بزاف بزاف باش منين طيب يعني ما تبقاش باينه لنا بزاف، ما بغيناش تبقى باينه. صافي غادي نضيف هنايا الملح ايضا والتوابل اللي هي هنايا سكينجبير يعني نصف ملعقه. وهنايا راس المعلقه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء ايضا. وهنايا توم توابل السمك ايضا نسيتهم. يعني التوابل ديال البسطيله، شويه ديال الثوم بودره وشويه ديال البصله بودره ايضا. صافي هنايا درت عاوتاني ايضا المعدنوس بودره حتى هو اولا نقولوا يابس. صافي كنحرك هاد المكونات هادو يدخلوا ديك العطريه مزيان في ديك البصيله مع هي كتشحر لنا مزيان حتى تشحر مزيان وتنزل. ومن بعد غادي نضيفوا المكونات اللي هي باقيه ان شاء الله. ضفت هنايا شويه ديال الصلصه الحاره وايضا شويه ديال صوص الصوجا. هادو تيتواتاو مع هاد السمك يعني كيمشيو مزيان وكيعطيو واحد اللذه زوينه زوينه بزاف. صافي هنايا غادي نضيف داك الصدر ديال الدجاج قطعته قطع صغيره. وايضا هنايا داك الفطر المعلب درت هنا علبه كبيره. صافي من بعد ما قربتها يعني مزيان ما خليتهاش هكاك يعني طرف كبار. صافي وغنبدا نحرك مزيان حتى يبدا يدخلوا شويه طياب. تنحس بداك صدر الدجاج طاب يعني دغيا غادي يطيب لنا هاد صدر الدجاج. صافي كنضيف هنا هذوك القطع ديال الحوت اولا السمك داك الابيض، يعني تيجي لذيذ كيعطينا واحد اللذه زوينه هنايا. يعني هنايا بغينا المذاق ديال السمك. غنبدا نحرك مزيان حتى يدخلوا الطياب، يعني ما غاديش ياخذ لنا وقت بزاف. صافي وكنضيف هنا شويه سيريمي. هنايا سيريمي الا كان موجود هو هذاك، ما كانش موجود ممكن تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري اننا نديروه. انا عندي موجود فقلت علاش ما نديروش كيتواسى مع السمك. صافي غنخليهم يتشحروا مزيان ويطيبوا. ومن بعد ان شاء الله على بركه الله ندوزو للمرحله المواليه ان شاء الله.
صافي هنايا غادي نضيفو ايضا شويه ديال الحامض مصيار ومقطع قطع رقيقه. ضفت هنايا شويه ديال الكورنيشون او الخيار المخلل حتى هو مقطع قطع صغيره. هادو كلهم كيمشيو مع السمك، يعني كاع الاشياء اللي متعلقه بالحوت اولا بالسمك كيف كنقولوا كيمشيو معاهم الحامض مزيان بزاف بزاف. ضفت ايضا آه، مشات لي سميتو اخواتي شويه ديال المعدنوس. هنايا غادي نضيف هنايا عفوا منين ضفت داك شويه المعدنوس كنت هنايا فرقت ديك الحشوه نصفين، يعني ما خليتهاش كلها، يعني فرقت النصف خليت النص بوحديتو وهنا النصف ضفت له هذا سبانخ مقطعين رقاق كيف ما قلت لكم. وغنخليها طيب على خاطرها، يعني دغيا دغيا كتنزل، هي راكم عارفينها دغيا كتنزل. صافي هنايا غنبدا نشحرها حتى تشرب لي داك المرق اللي كتطلق وندوزو للمرحله المويله باذن الله. كنبقى نحرك فيها وهي كتشحر لي مزيان حتى تشرب داك الماء اللي كطلق، ما خصهاش تخلي لنا داك الماء باش ما تقطعناش الورقه. صافي هنا من بعد ما شربات داك المرق ديالها كامل ما بقاش فيها، غادي نضيف لها هنايا جوج قطع ديال هاد الجبن ديال الساندويتش ما حدها سخونه. كنديرو فيها ديك الساعه باش يدوب فيها وكيعطي واحد التعليكه وواحد المذاق زوين بزاف بزاف. صافي غنحركها مزيان وندوزو الحشوه اولا نصف الحشوه اللي نقصناه من الاول باش ان شاء الله باذن الله ندوزو للمرحله الثانيه ان شاء الله. قبل من هذا عفوا سمحوا لي نسيت، ضفت هنايا جوج معالق كبار ديال الجبن اولا الكريمي، الجبن الكريمي ضفتهم هنايا كيعطيو لذة زوينه مع السبانخ. فنتمنى انهم يعني ما يبقوش اللي ما عندوش اولا اللي هذا ما عندوش ممكن يستغني عليه ويدير قطع ديال الجبن مثلث، يعني يدير واحد جوج ولا ثلاثه يكفيو، ولكن هذاك الصراحه تيعطي مذاق زوين. صافي هنايا الحشوه الثانيه اولا نصف الحشوه الثانيه اللي نقصنا هو هذا. درت هنايا تشحر واحد شويه وزدت لها هنايا الشعريه الصينيه من بعد ما كنت قلت لكم يعني رقدتها في الماء وقطعتها هكا قطع رقيقه. صافي كنديرها هنايا وكنخليها تشحر معاها باش كتشرب داك المرق ديالها ديال هاد الحشوه وكتعطيها واحد اللذة حتى هي باش تجي زوينه. صافي غنحرك مزيان مزيان ونحيدها نخليها غير واحد جوج دقائق اولا ثلاثه صافي كافي. صدقوني هاد جوج حشوات واخا هما يعني في الاول كانوا يعني حشوه واحده مشتركه، ولكن ملي كنفرقو وكنديرو الحشوه ديال لي زيبينار اولا السبانخ وهذه ديال الشعريه الصينيه وهذا كتعطي واحد المذاق لذيذ 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 بزاف. صافي هنايا ضفت ايضا واحد جوج قطع ديال الساندويتش ديال الفرماج وضفت هنايا الزيتون ايضا واحد شويه. صافي وغنحرك ما حدها سخونه ونخليهم واحد شويه يبردوا ومن بعد غادي نضيف لهم الجبن ديال الموتزاريلا باش كيعطيهم ايضا مذاق زوين ومعلك، تيجيو معلكين بزاف بزاف. صافي هنايا كنضيف واحد الكميه وهنا ايضا واحد الكميه يعني تقريبا معلقه كبيره كل حشوه. صافي غنخلطهم مزيان ونجيبو ان شاء الله الورقه باش نعمرهم. هاد الحشوات هادو كيجيو لذاذ بزاف بزاف. نتمنى انكم البنات تسجلوهم لرمضان ان شاء الله باذن الله، تعمروا بحال هكا قرنطات او بريوات كيف ما عجبكم تعمروهم وديروهم في الكونجيلاتور تخبعوهم، يعني فاش تيجي رمضان يكون كلشي موجود عندكم، يعني ديك الاسبوع الاول او لا اسبوعين كاع يعني كيصبروا معكم ويعني تلقاو راسكم شويه مريحين، يعني ما تضربوش التماره في الاول. صافي هنا عندي الورقه غادي نقطعها على 4. صافي غادي نقطعها هكذا النصف الاول ومن بعد عاود نعاود نقطعها النصف الثاني باش غادي نديرهم صبيعات هنايا صغار. هنا هادو الحشوه الاولى هي ديال السبانخ هي اللي غادي نخدم كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنقطع على هذا الشكل هذا وغادي نبدا نعمر في الصبيعات ديالي.
دائما الورقه كيف ما كنقول لكم دائما، كيف كيقولوا حتى الاخوات الله يجازيهم بالخير، يعني الورقه نخليو ديك الجهه الملساء او الرطبه نخليوها دائما على برا، يعني تجي من التحت والحرشه كتجي من الداخل. صافي كنعمر بحال هكذايا واحد القدر ديال هاد القياس ديال هاد الصبيعات وندلو. كنديروا هاد العمليه هادي كنحطوا يعني بزاف هكا ديال الورقات باش تسهل علينا العمليه نسربيو دغيا. انا هنايا وريتكم، ولكن من بعد مشيت جلست وخدمت. يعني دائما تنقول لكم جلسوا وخدموا، ما تخدموش وانتم واقفين، راه صعيب على الظهر وعلى الرجلين، يعني راه حاجه صعيبه بصراحه. نعاود معكم وحدين اخرين باش تشوفوهم كيفاش تيجيو. نتمنى ما نكونش تنطول عليكم بزاف يعني في لي فيديو ديالي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا يعني عمليه سهله دغيا دغيا تيوجدوا يجيو رائعين بصراحه. وانا هادو ديال السبانخ صراحه تيعجبوني بزاف بزاف، تيجيو لذاذ. للاشاره فقط انتبهوا للملحه، لان السبانخ شويه تيكونوا مالحين مع الفرomاج مع الزيتون مع الحامض، يعني داكشي كله كيكون مالح، فانتبهوا للملحه، ما نكثروش الملحه في الاول. تعرفوا رمضان يعني الانسان الا كلا شي حاجه مالحه راه غادي يصبح فيه العطش، فيحاول انه ما امكن انه يتفادى هاد الاشياء هذه اللي هي تكون يعني شي حاجه اللي تكون هي مالحه، او لا نديروا حاجه مالحه نحاولوا نقصوا من الملحه. هنايا دابا ساليت دوك ديال الصبانخ، دابا دزت هادو الثانيين ديال الشعريه، فغادي نجمعهم نديرهم على هكذايا الورقه قسمتها غير في النصف، بغيت نديرهم طوالين شويه يجيوني هاد لينيم شويه يكونوا طوال او لا قنينطات كيف كنقولوا، يجيو هكا شويه طوال. كندهن الورقه هكا شويه ديال الدقيق مع الماء غير باش كيلصقوا لي هذوك الاطراف مع بعضهم. راه صدقوني ما كتجيش غليظه هاد الورقه بصراحه زوينه، منين تنقليوها اولا كنديروها في الفران تتجي رائعه رائعه ومقرمشه بزاف بزاف. صافي غادي نمشيو على هاد الشكل هذا حتى نكمل هاد الحشوه كلها اللي عندي هنايا. صافي وغادي نجمعهم، اللي غادي نجمعوهم صافي ونخبعوهم ان شاء الله لرمضان. صافي كنديروا بحال هكذايا، نعاود معكم باش تشوفوا. يعني طريقه سهله جدا جدا ما فيهاش شي صعوبه بزاف. نتمنى تبقاو تحضروا بحال هاد الاشياء هذه يعني في رمضان ان شاء الله. صافي غادي نسالي هاد الشيء، وهنايا كنت ساليتهم وجمعتهم في هاد البواطه. بصراحه ما رديتش البال باش انني نوريكم كيفاش كنستفهم، ولكن ساهل يعني. صافي وقليت شي حاجه كيجيو على هاد الشكل هذا. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم اخواتي، وتحضروهم حتى نتوما في هذا رمضان المبارك ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. اخواتي ما تنساونيش من اللايك والبارطاج الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.